السلام عليكم. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، حاجه جديده، معلومه جديده. طيب، خلينا الاول نبدا واقول لك ازيك، عامل ايه؟ كويس يا رب دايما بخير. طيب، النهارده زي ما انت قريت في العنوان هتكلم عن حاجه اسمها، هتكلم عن القدوه. مش حاجه اسمها، هي حاجه معروفه يعني، القدوه. حلو. وايه سبب ان احنا دلوقتي كجيل ضاعت منه القدوه؟ حلو. خليني اقول لك اول حاجه، ايه هي تعريف القدوة اصلا، او مين الشخص اللي انا اشوفه اقول عليه ده قدوة. حلو. طيب، الشخص اللي انا اقول عليه قدوة ده شخص بيبقى صالح او كويس في اخلاقه وفي سلوكه وافعاله، في كل دول. طيب انا ممكن اخد مثلا شخص قدوة في حاجة واحدة من دول، عادي. يعني هو مثلا، وده الصح اصلا، انت تاخد، لان مفيش حد كامل طبعا. فهو انت بتاخد حتة يعني من كل حد. مثلا واحد كويس في أفعاله، واحد كويس في أخلاقه، واحد كويس في تعامله مع الناس، واحد كويس في حاجة. فهو أنت بتاخد من كل حاجة، من كل شخص حاجة كويسة وتسيب الوحش اللي فيه. طيب إحنا في جيلنا مثلا لو جيت سألت واحد مين قدوتك، هيقول لك حاجة هو حافظها، الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن هو ما يكونش حاسسها قوي، بس هو إيه، حافظها. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في كل حاجة، بس أنت ممكن ما تكونش حاسسها. ليه مش حاسسها؟ بس عشان سببين. أول حاجة، انت جاهل في الدين وجاهل بالسيره النبويه، فانت مش عارف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اصلا كان بيعمل ايه. فانت جاهل اصلا بافعال القدوه دي، وجاهل بالقدوه. فانت جاهل، يعني جاهل بشخصيه سيدنا النبي، فانت مش عارف. فهو انت استحاله تبقى عارف التفاصيل يعني. ده اول حاجه. ده جهل منك انت اللي يعني فاهم، اللي هو انت ما اكتسبتش العلم ده. السبب التاني، مثلا انت برضه مش قوي دينيا. فهو انت لو قوي دينيا برضه هتعرف تقرا السيره وتعرف الاحاديث، فهتعرف الشخصيه اللي انت بتتخذها قدوه. طيب، دلوقتي تعالى نقول ايه اسباب عدم وجود قدوه لجيلنا الحالي. ليه كجيلنا الحالي ده اللي هو الشباب مثلا من 15 او من 10 ل 20 او ل 25 كمان، ليه احنا كشباب ما عندناش قدوه؟ طيب، نبدا في اول سبب. ايه هو؟ ان مفيش تواصل بيننا وجيل السابق. ما هو انت عشان تاخد قدوه، انت هتاخد قدوه من مين؟ ابوك، جدك، عمك، خالك. من الاخر الدايره اللي حواليك، والدايره مثلا الاكبر بقى اللي هم الشخصيات في المجتمع. طيب، انت دلوقتي، خلينا نسيب الشخصيات اللي في المجتمع دلوقتي ونتكلم عن الدايره اللي حواليك. انت اصلا الدايره اللي حواليك ما بتوصلش معاها صح. فهو في قطع في التواصل بينك وبين الدايره اللي حواليك، اللي هي الجيل اللي قبل منك، الاكبر منك، الاعلم منك، اللي خد خبرات اكتر منك. زي ايه مثلا؟ خلينا ناخد مثال مثلا بالاب. دلوقتي مثلا الاب مثلا بيشتغل شغلانه واتنين مثلا، او مثلا شغلانه واحده ممكن كمان، بس برضه بيرجع مثلا ما يتقابلش مع عياله الا في وقت الغداء. مثلا هو ينام او عياله يصحوا يعني عندهم مثلا دروس مش عارف ايه بتاع، فما بيتقابلوش. ممكن وقت المقابله بس هو وقت الغداء، او وقت بالليل كام ساعه بالليل كده. فهو انت اكيد مش هتعرف تتعلم من والدك او من ابوك طريقه حياته، او يعني تشوف تفاصيل حياته كلها في الكام ساعه دول. حلو. برضو حاجه تانية، مثلا يا عم ابوك متوفر معاك 24 ساعه، ودي نقطه برضو هوضحها قدام اكتر. بس انت مثلا ما بتعرفش تفتح معاه حوار، فده برضو بتوقع منك الحته اللي هي بتاعه التواصل. انت مش عارف تتواصل معاهم صح. طيب، مثلا سيبك من والدك، خلينا نتكلم عن برضو. خليني قبل ما اديك قبل ما اتكلم عن نقطه تانية، خليني اقول لك عن مثلا حته ان هو اشمعنى احنا جيلنا اللي انا بقول لك مثلا ما كانش في الحته دي. ليه مثلا الجيل اللي هو جيل ابوك مثلا مع جدك ليه ما حصلوش الحته دي؟ لان مثلا كان زمان، كان الشخص او كان الاب بتاع العيله كان بيروح يشتغل شغلانه واحده مثلا، بيخلص على الظهر وقاعد طول بقيه البيت قاعد. وكان كمان ما عندهمش شاشات، فكان لازم يتواصلوا مع بعض. ما عندهمش سوشيال ميديا بالقوه اللي احنا عندنا دلوقتي دي.
اصلا ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان حتى ممكن ما كانش فيه تلفزيون، كان كل الموجود كان هو الراديو، فاهم؟ برضه الراديو سمع مثلا، ده اقصى حاجه. مثلا لو كان في بدا يدخل التلفزيون في الاخر خالص يعني، وبرضه ما كانش بقوه التلفزيون دلوقتي التلفزيون شغال 24 ساعه، هو كان زمان تقريبا بيشتغل 12 ساعه بس، متخيل؟ طيب، دي اول نقطه، ان انت مش عارف مثلا تواصل، قلت لك ايه، مع الجيل اللي قبلك. ضربنا مثال مثلا مع الاب، وقلنا ليه الجيل اللي قبل كده مثلا ما كانش بيواجه المشكله دي. مش عايز استفيد برضو واديك امثله مثلا مع الخال او العم او كده، يعني انت وصلت لك الفكره. حلو حلو. طيب، تاني سبب ايه هو؟ السبب اللي انا قلته لك من شويه، اللي هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلت، والفيديو ده بالذات يعني هتلاقيني بقول السوشيال ميديا كتير. السوشيال ميديا خلتنا ما نتواصلش واحنا قاعدين في اوضه واحده، ممكن ما نتواصلش مع بعض اصلا، كل واحد قاعد في تليفونه، قاعد على تليفونه، قاعد بيقلب بقى مثلا انستا، تيك توك، مش عارف ايه. فانت ما بتتواصلش مع الناس. انت السوشيال ميديا بقت بتخليك تتواصل مع اللي بعيد عنك اسهل من ان انت تتواصل مع اللي معاك، مع ان اتحداك اصلا انت ما تتواصلش مع حد برضه على السوشيال ميديا. انت برضه على السوشيال ميديا بتقلب في ريلز او بتقلب في فيديوهات ما فيهاش اي فايده بس، لكن مش بتتواصل مع حد اصلا. وده اصلا السبب الرئيسي اللي هم بقوا لنا بالسوشيال ميديا، اللي هو والله تعرف تتواصل مع الناس، لا انت ما بتتواصلش مع حد اصلا، فاهمني؟ فالسوشيال ميديا خلتنا ما نعرفش نتواصل مع بعض، خلتنا ما نتواصلش مع بعض، وبرده خلت في فجوه ما بين، يعني تتخيل مثلا انا دلوقتي واحد عندي سوشيال ميديا، واحد صاحبي تاني عنده سوشيال ميديا، بس انا مثلا فيديوهاتي مش بنفس تطور فيديوهات صاحبي، يعني مثلا صاحبي بتجيله الترندات قبل مني، فاصلا هيبقى في جاب بيني في التواصل بيني وبين صاحبي، شفت صاحبي ونفس الجيل ونفس كل حاجه، هيبقى في جاب بيني وبينه في حته ان هو ايه، هو ملحق ترندات وانا مش ملحق، فاهم؟ فتخيل بقى مثلا والدك او والدتك او الجيل اللي قبل كده، مش عارف، مش انت مش عارف اصلا تتعامل معاهم عشان هم مثلا مش عارفين يلحقوا الترندات بتاعتنا، فاهم؟ واحنا بسم الله ما شاء الله كل يومين ترند جديد. طيب، خلصنا السوشيال ميديا، خلصنا السوشيال ميديا. طيب، في سبب ثالث، وده انا سبب مثلا كنت فيه قبل كده، ايه هو؟ ان انا عايز استقلال تام. انا خلاص انا شايف نفسي ان انا وجودي مثلا مع العيله، فده بيخليني مثلا ما اعتمدش على نفسي، بيخليني مثلا ما اقدرش اتعامل كويس، مش عارف ايه، انا عايز استقل. اللي ادركته ان الكلام ده غلط. ليه؟ لان خليني اقول لك ان انت مثلا في عيله، ده بيخليك تبقى مثلا تحملش شويه، بتبقى حامل مسؤوليه اقل، وممكن كمان ما فيش يبقى مسؤوليه خالص. انت مثلا عندك وقت فاضي كتير بتضيعه، مش عارف عندك ايه، فاهم؟ انت بتخليك مش اللي انت قادر، اللي هو فاهم، مش غير بقى اللي انت لوحدك بقى فانت لازم تعمل الحاجه دي، لا عادي، انت عندك رفاهيه تعملها او ما تعملهاش. لو ما عملتهاش في اوريدي حد بيعملها، فاهم؟ يعني مثلا والدك، انت والله ما بتشتغلش او بتدرس او ايا يكن، فاهم؟ فهو والدك مثلا هو بيشتغل، فهو والدك هو بيصرف على البيت، لكن مثلا لو انت قاعد لوحدك، فهو ما فيش حد بيصرف على البيت، فانت لازم تنزل تشتغل او هتعمل وراك عشان تصرف على البيت، فاهم؟ دي الفكره. آه عايز بس اقول ان ده زي ما بقول لك كده غلط. ليه؟ عشان اللي انا ادركته واللي انا شفته بعيني، ان هو لما تكون انت مع عيلتك وتكون العيله داعمه ليك وتكون معاك وبتساندك وبتاع وانت وسط عيله، الموضوع بيفرق 360 درجه. بيفرق 180 درجه، عشان 360 بترجعك لنفس النقطه، لا بتفرق 180 درجه. ازاي؟ تخيل واحد مثلا عليه غسل مواعين، عليه غسل غسيل، عليه مش عارف ايه، عليه حاجات كتير، مقارنه انت مثلا كل ده حد بيعمل لك كل ده، وانت بس اللي عليك ان انت تشوف اللي وراك ايه او تعمل اللي انت عايزه. خلاص، فرق رهيب. وفي واحد معرفش تبقى عارفه ولا لا، اسمه حمزه. حمزه ده كونتنت كريتور، اصله هندي وعايش في امريكا، كندا، تقريبا امريكا يا ربي. فشفت له فيديو، هو شفت له تقريبا فيديوهين ثلاثه كده، هو كويس برضه، بس يعني انا ما بحبش الكونتنت الاجنبي قوي يعني. آه، ف فالشخص ده شفت له فيديو بيقول الحته دي، بيقول له هو انا مثلا لما كنت لوحدي كنت بركز اجيب فلوس ازاي ومش معايا فلوس وبتاع، لكن لما بقيت مع عيلتي خلاص انا بقيت فوكس ان انا اشتغل على نفسي اكتر. حلو حلو. طيب، الاستقلال ده فانت ما بيخلكش، نرجع لنقطه القدوه، ما بيخليكش انت قادر
تتواصل مع ما تبقاش خلاص انت، خلاص انت معنى ان انت اصلا تبقى تستقل ان انت خلاص انت مش هقول لك ماكسنج، بس خلاص انت تمام عارف ان انت خلاص ما بتجينش حاجه من اللي حواليك، فاهم؟ فخلاص انا تمام، انا هعتمد على نفسي، فبيخليك شايف نفسك بس، ما بتخليكش شايف الناس اللي حواليك، ما بتخليكش تتواصل مع الناس اللي حواليك، وده غلط. طيب نكمل. وده شايفه من اهم النقاط اللي انا هتكلم عليها النهارده، وهو اللقاءات التافهه مع القدوه الصح، وانعدام اصلا اللقاءات مع القدوه الصح. يعني مين؟ يعني مثلا هقول لك انت كمصري زي وزيك كده مثلا، طبعا لو اي حد يتفرج علينا من اي دوله اهلا وسهلا بيك، بس انا بضرب يعني مثال باللي انا عارفه. عندك مثلا احمد زويل، عندك مجدي يعقوب، والعلماء كتير طبعا بقى. انت بص هقدرك كمان، يعني انت تعرف مين علماء في العصر الحديث اللي احنا فيه ده؟ ما تعرفش ولا واحد. صباح الفل. مين كده شفت برنامج بيطلع العالم فلان الفلاني مش عارف ايه؟ مفيش. لكن مثلا تعالى لعيبه الكوره باختلاف الانديه، كلهم بيطلعوا على الفضائيات كل سنه، واللي بيطلع مرتين في السنه. صباح الفل. بس خليني ارجع لك، ده ايه؟ دي نقطه اللي هو غياب اصلا اللقاءات مع الناس القدوه الصح زي دول. بس خليني اقول لك بقى اللقاءات التافهه. يعني مثلا مجدي يعقوب، شفت لقاء لمجدي يعقوب مع حد، فكان بيسالوه هو الراجل انهي قلبه اقسى، الراجل ولا الست؟ مش عارف مين بيتعب اكتر، الراجل ولا الست، مين نكدي اكتر؟ معلش هو دكتور قلب. انت عندك مجدي يعقوب ده بنى الصرح، اصلا بنى صرح في اسوان، اللي هو اسوان دي اللي يعرفها فهي يعتبر بلده نائيه اصلا، ما فيهاش الا الاثار وكده، فخلاص وشعبها شعب نائي يعني عادي، فاهم؟ بنى مستشفى صرح خلاه من اقوى مراكز القلب في العالم، وخلاه مجاني، وباني اصطف من اقوى الاصطفات في القلب في العالم، وجاي تطلعه على على التلفزيون تساله مين قلبه اكبر ومين قلبه اقسى؟ صباح الفل. مش هقول لك غير صباح الفل. حلو حلو. طيب برضو حاجه زي مثلا هقول لك برضو من تفاهه الواصله، لاعب كوره من غير ذكر اسماء، اتجوز كتب كتاب حلو حلو، وطلع نشر ان هو كتب الكتاب، فناس قاعدين في استوديو تحليلي تبع الكوره، حلو، المنتخب سافر، هم بيقولوا ايه؟ يقول له اصل هو كاتب كتاب بس ولا كاتب كتاب ودخله؟ وانت مالك؟ انت مالك انت كاتب كتاب ودخله ولا كاتب كتاب وبس؟ انت مالك؟ انت ليك في اللي انت، طب السؤال المفروض يتسال والله، طب هو مثلا الفتره دي هيعرف يروح المنتخب، خاصه ان هو مثلا ما تاقلمش، ما عادش معاهم فتره كبيره، فصل يومين مثلا ولا فصل 3 ايام، مش عارف، طب السفر، طب هيلحق يستعد مش عارف ايه، طب مش عارف. مفيش ولا سؤال ده، قال لك بس هو مش عارف ايه ولا. انت فاهم؟ وده وصلني لنقطه مهمه، واللي انا كنت قلتها، اللي هو لو ابوك حتى عنده وقت فاضي فانت ما تعرفش تتواصل معاه، ان هو ازاي اصلا تتواصل مع الناس. يعني مثلا اصلا الف ب ان انت تبقى مذيع او محاور، تبقى عارف ازاي بتسال، تسال اسئله. وده برضو اللي هو نقطه ضعف عند اللي هو زي ما بقول لك لقاءات التفاهم. عندك اولا خليني اشرح لك واقول لك، عندك نوعين من الاسئله. السؤال بتبقى اجابته باه او لا، وده بيبدا بهل. يعني مثلا اجي اقول لك انت اكلت النهارده، تقول لي اه او لا. لكن غير لما اقول لك مثلا انت اكلت ايه، وتقول لي والله ده انا على الفطار كلت كذا كذا كذا، على الغدا كلت كذا كذا كذا، على العشاء كلت كذا كذا كذا. فاهمني؟ فده نوعين من الاسئله، سؤال بتبقى اجابته اه ولا، وسؤال بتبقى اجابته زي ما قلت لك استفاضه. فانت بتحاور واحد، يعني مثلا بتحاور ابوك وعايز تاخد منه خبراته، او عايز تاخد منه قصه، او عايز تاخد منه معلومه، او عايز تاخد منه افاده، تقول له ايه؟ ما تجيش تساله والله يا حاج مش عارف ما تسالوش السؤال اللي هو بينتهي باه ولا، مش هتستفاد منه حاجه، فاهم؟ لكن مثلا لما تسال ابوك مثلا تقول له والله ايه يا حاج اكتر مثلا موقف انت حسيت فيه مثلا ان هو كان صعب بالنسبه لك،
او ايه مثلا الحاجه اللي انت مثلا الخطا اللي انت اخطاته وانت صغير ولو رجع بيك الزمن تغيره. تخيل بقى كم المعلومات اللي هيقولها لك وهيجي ينصحك ومش عارف ايه، فاهم؟ وخليني اقول لك ان في واحد عامل فيديو جامد جدا 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 عن الموضوع ده. هسيب اللي هو رابط الفيديو في التعليقات، في اول تعليق اثبته، واللي برده في الوصف الديسكربشن بتاع الفيديو. بص، هو ده اولا صاحبي، ثانيا قناته بسم الله ما شاء الله اقوى مني، وهو نفسه كمعلوماته اقوى مني. يعني انا مثلا لو ليفل، اقول لك يا عم انا ليفل 0، هو ليفل 9، بسم الله ما شاء الله يعني. وهو اصلا متخصص في حاجه اسمها كوميونيكيشن. فانا هسيب رابط الفيديو اللي انا بقول لك عليه ده بالظبط في التعليقات تحت. اقسم بالله انت لو دخلت الفيديو، مش هقول لك انت لو دخلت الفيديو ده، انت لو دخلت القناه اقسم لك بالله انت تتغير. هو يعني بعد ربنا، هو سبب بعد ربنا ان انا افتح قناه، ان انا اصلا بقف وبتكلم في الكلام اللي انا قلته. انت اصلا لو جيت لي من 3 سنين، مش هقول لك من 3 سنين، من سنتين، انا ما كانش في دماغي الحاجات دي كلها. وانا في فيديو اصلا قايل ان انا ما كانش في دماغي الكلام ده كله. هو اللي جه وقال والله العظيم يعني الحمد لله، انا ممتن ان هو في حياتي، الحمد لله. طيب، خلصنا كده تعريف القدوه، خلصنا ايه الاسباب اللي بتخلينا مفيش قدوه حوالينا كجيلنا. هاجي عند نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، وهي القدوه المزيفه. هو في قدوه مزيفه؟ هو في قدوه مزيفه. الناس اللي انت بتشوفهم على النت 24 ساعه دي قدوه مزيفه. دكتور فلان اللي في دبي اللي كان هنا ميح اصلا طلع دبي، عمل له فورمه واجر له عربيتين و... انت اكيد وصل لك، انت لو مدرك السوشيال ميديا هتعرف انا بتكلم عن مين، فاهم؟ بس وفلان مش ما تخليش اذكر لك اوصف لك حد، انا اقول لك مثلا وصف الهيئه اللي هم فيها، وانت هتعرف اصلا هتيجي في دماغك بقى شخصيات كتير. دبي او ابو ظبي او الرياض، بس هم اكترهم دبي. حلو. عربيات فيراري، لامبورجيني، السقف مرفوع، كورسات بالفلوس كتير، بتاع ده، فلوس اونلاين، بوعدك بالفلوس والنجاح الثوري بسرعه مش عارف ايه. وهو كان حد اصلا في بداياته ما كانش فيه خالص، واول ما ربنا اداله راح عمل كده بيرسونا فيك وعمال ينزل في فيديوهات من هناك. بس انت في دماغك انت اصلا هتعمل ريكوجنايزيشن للكلام ده كله، وهتقول بقى اوف ده فلان، واحد تاني يقول فلان، واحد تاني يقول فلان. شلة دبي يا اسطى، شلة دبي اللي سافروا دول وطلعوا يلا خير. فدي هو قدوة مزيفة، وغيرهم كتير يعني. انا مثلا باختلاف اشكالهم بقى، فاهم؟ برضو عشان اقول لك على قدوة مزيفة، مثلا في طلع لاعب كورة قال لك والله انا ضحيت بشبابي، وانا ضحيت مش عارف بقعدتي مع عيالي، وانا ضحيت مش عارف بالاكل اللي انا كنت عايز اكله، وضحيت مش عارف بكل ده عشان عشانكم. لا، انت ما ضحيتش عشان، انت ضحيت عشان فلوس، ضحيت عشان مش عارف ايه، ضحيت عشان مجدك، انت ضحيت عشان تلعب في النادي الكبير اللي انت بتلعب فيه، فده ضحيتش عشاننا. حلو. حلو. فزي ما بقول لك دي امثله كتير على القدوه المزيفه. هو لاعب ولعب وقعد يجتهد على نفسه، بس ما تطلعش تقول لي تصريح زي ده، معلش انت ما اجتهدتش عشان انت اجتهدت عشان نفسك. ده قدوه، ده مش هقول لك قدوه مزيفه بس تصريح غلط منه. بس خليني اقول لك بس اللي هو القدوه المزيفه دي. برضه هقول لك على حاجه، امثله يعني شاسعه ويعني مهمه برضه في حته القدوه المزيفه، اللي هو الغرب. حته روبرت جرين، مش عارف 48 لو اوف باور، مش عارف كتاب ايه تاني، مش عارف كتاب ايه، مش عارف كتاب ايه، مش عارف كتاب ايه. ميكافيلي كنت هنساه. ميكافيلي ده اكبر قدوه مزيفه عرفها التاريخ، وخاصه لينا احنا كعرب. ليه؟ لان ميكافيلي ده اصلا بيحس على النفاق. انت واحد بيقول لك انت، هو اصلا حياته كلها كان بينافق الناس. واحد كان بيقول لك مستعد، نفاق، غدر، خيانه، كل الصفات دي في ميكافيلي. انت متخيل اللي هو الناس كلها عمالين تقول لك ميكافيلي 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 ميكافيلي؟ صباح الفل.
ميكافيلي ده كان بيحث على النفاق، الخيانه، الغدر، وزي ما تقول قول، لدرجه ان هو مثلا كان ممكن مستعد ان هو يضحي بالشخصيات اللي معاه عشان هو ينجو من المكان ده كله، عشان هو يبقى مثلا الرئيس بتاع ده او الزعيم بتاع ده. ده ميكافيلي اللي انت عمال تقرا له ومبسوط بميكافيلي، وانا نفسي ابقى زي ميكافيلي ومش عارف ايه ميكافيلي. ده ميكافيلي ببساطه، ده قدوه مزيفه وش، ده اصلا ما ينفعش يتقال عليه قدوه. حلو حلو. الغرب اللي هو مثلا روبرت جرين، الحاجات الكتب اللي هم بيصنعوها، انا مش بهاجم الغرب، بس انا بقول لك خد الحاجات اللي تنفعك. مثلا انت تقرا تلاقيه بيقول لك مثلا مش عارف حطم اخصامك، مش عارف كسر، مش عارف ايه اعمل، مش عارف ايه. الكلام ده غلط. لا الكلام ده لا دين، لا شرع، لا قانون، لا اخلاقنا، لا فطرتنا بتقول لك كده، اللي هو ان انت كسر واعمل واحرس اخصامك. مفيش حاجه اسمها كده. ولما توصل للمنطقه دي انت تعرف ان مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها، وانت مش هتحب ان انت تبقى طالع بيبقى خلاص سمعتك كده، سمعتك ان انت بتلعب بطرق زباله. ان انت مثلا تخيل مثلا انت بتلعب كوره، انت بتلعب مع واحد صاحبك، واحد صاحبك ده انتوا عارفين ان هو بيكسر ويكسر ويخبط، وانتوا بتلعبوا ببلاش ما بتكسبوش جنيه. انت تبقى عايز تلعب مع صاحبك ده؟ لا. ليه؟ عشان واحد بيكسر، فهو بقى شايف نفسه بيرسونا، بص انا جامد، انا مش عارف ايه. ببساطه دي وصف بسيط لكده. انت اصلا الحاجات اللي بيصدرها لك الغرب كقدوه وكافكار وكبتاع، انت مش مستفيد بيها بحاجه. انت اقسم بالله اصلا مش مستفيد بيها بحاجه. خليني اقول لك بس ما مش عايز، يعني مش عايز ابقى كبرت الدنيا. فزي ما بقول لك، انت اصلا اي حد في العالم، اي قدوه في العالم، اي قدوه في العالم ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الافعال. يعني مثلا هتيجي انت مثلا تقول لي انا عايز اخد عمر قدوه. عمر انا حلو، اقول لك مثلا طب والله مثلا انت جيت النهارده شفت عمر طالع مثلا بينصح الناس، يقول لهم مثلا خدوا قدوه مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم، خدوا قدوه مش عارف كويسه، خدوا قدوه مش عارف ايه، وفي نفس الفيديو مثلا شتم او عمل او سوى او كذا او كذا او كذا او كذا، او طلع اتريق عن فلان او طلع عمل فلان. فده غلط. فانت هتاخد عمر في كله غلط. لكن مثلا لما تاخد عمر ان هو قال كذا فده حلو، قال كذا فده وحش فمش هعمله، فهو انا يعني فاهم اللي انا بقوله، ان انت اي حاجه، اي شخص، اي حد، اي فعل بيحصل قدامك، اي حاجه بتتعلم منها، شوفها على دينك، شوفها على فطرتك، شوفها على اخلاقك. دي تنفع معاك؟ دي تنفع مبادئك؟ دي تنفع دينك؟ لا خلاص ارميها في الزباله. مع اي حد في العالم، مع اي قدوه في العالم، مع اي حد هتاخده قدوه، اعمل كده. ان هو انت عملت مش عارف ايه، خلاص. يعني مثلا واحد بيشرب مثلا خمره، ربنا يعافينا ويهديه ويعافي كل الناس، والحمد لله زي فينا وابتلى بغيرنا. حلو، بس والله ده احسن واحد في التسويق مثلا، اسمعه. بس لما يجي مثلا يقول لك، يعني مثلا كان مين اللي هو في فول ستريت ده، من اجمد الناس في التسويق. بس كان بيعمل ايه بقى؟ شفت انت اللي حصل في الفيلم هو نفس اللي حصل في الحقيقه. مخدرات مش عارف ايه بتاع كده. ده انت تاخد بقى تعيش حياته كلها ببرسونا بكله بمخدراته لا طبعا. اللي انت هتعمله ايه؟ ان انت هتاخد منه الحاجه الكويسه اللي هو ايه؟ ان هو والله استراتيجياته في التسويق مثلا مش عارف كان بيعمل ايه، كان بيقنع الناس ازاي، كان بيماركت الحاجه دي ازاي. فاهم؟ فده الحاجه الكويسه اللي انت تاخدها منه، وترمي الحاجه الثانيه دي في اقرب زباله، ترمي الحاجه اللي هي مش نافعاك في اقرب زباله. مع كله، مع كله. الحاجه اللي مش نافعاك ارميها في الزباله، خليك ركز على الحاجه اللي معاك. طيب، وفي الاخر طبعا اديك امثله للقدوه الصالحه. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني حاجه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه تاخد من الانبياء والرسل السابقين. تمام؟ كل دي اقرا في السير دي، هتفيدك نفسيا، هتفيدك لو انت عايز تتطور، هتفيدك لو انت عايز تبني شخصيه، هتفيدك في كل حاجه. حلو. امثله مثلا في الحياه بقى اللي احنا عايشينها دلوقتي، مثلا هقول لك والله في ناس على السوشيال ميديا كويسين جدا جدا جدا، بس انا فعلا مفيش في دماغي ناس حلو. بس هقول لك مثلا على حسب المجال. يعني انت مثلا اكتب
روح لشات جي بي تي مثلا اجمد كذا، انت مثلا عايز مجال معين فاكتب اجمد كذا في كذا، فيطلع لك ناس. وانت زي ما قلت لك انت معاك خلاص، معاك الجايد، معاك الطريقه، معاك ازاي تمشي. ده بيعمل حاجه كويسه فتمام، هاخد منه حاجه كويسه وارمي الحاجه الوحشه، فاهم؟ بس ده كده خلصنا فيديو النهارده. بس في حاجه هقولها، كنت اتكلمت عن اللوك ان وان هو مش عارف ايه، قلت 3 ايام بس ما ظبطش معايا، لان في كذا حاجه برضو عايزه تتظبط، مش عارف ايه بتاع. آه فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو الفيديو ده مش عارف هينزل، غالبا هينزل الفيديو ده هينزل الاثنين. حلو حلو. طيب لما الفيديو ينزل الاثنين، في فيديو هينزل بعديه يا الثلاث الصبح يا الاثنين بالليل في كل التفاصيل. بس هو غالبا هيبقى الثلاث الصبح، الثلاث يا الثلاث بالليل، او غالبا هيبقى الثلاث بالليل. هصور حاجه كده محترمه الثلاث الصبح كده، اعرض فيها الجدول. هكون في نص اليوم بقى وانا شغال، فاهم؟ اقول لك مثلا عملت كذا 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 كذا. وممكن نصور كده كل كام يوم فيديو، كل كام يوم فيديو عن اللوك ان، بعيدا عن الفيديوهات اللي انا بنزلها. حلو. وكده الحمد لله الفيديو خلص. يا رب تكون استفدت. انا والله خلاص انا طاقتي خلصت. انا حتى يعني ريقي نشف، انفعلت في الفيديو ده بزياده، معلش يعني سامحوني لو قلت لفظ، لو قلت اي حاجه، لو انفعلت شويتين معلش. بس يعني الموضوع فعلا هو جالي بالليل، صحيت صورته، والمعلومات اللي كانت جوايا الحمد لله يعني انا مبسوط انها طلعت كلها. وبشكرك جدا لو انت كملت الفيديو للاخر. متنساش لايك وشير وسبسكرايب، واعمل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم.